بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. إن شاء الله النهاردة هتكلم عن درس مهم جدا اسمه البيج او نوتيشن. هو ده أصلا كان درس في الرياضة وإحنا استخدمناه في البرمجة. خد بالك ده مفهوم مهم جدا وهتلاقيه تقريبا في أي انترفيو هتدخله، فلازم تكون فاهمه عشان هو ده اللي بيحدد كفاءتك أنت. ليه؟ لأن إحنا أصلا بنحدد عن طريق كونسبت ده كفاءة الكود، والكود بتاعك بيدل عليك. تعالى بقى أقول لك هو إيه. لو أنت راجل جيت بتعمل ابلكيشن والابلكيشن بتاعك بيشتغل بشكل كويس جدا بس مع الداتا القليله، لما جينا نكبر حجم الداتا الموضوع باظ منك، فبالتالي انت كده ايه، شغلك مش مظبوط، يبقى الكود بتاعك مش شغال بكفاءه. طب عشان نقيس الموضوع ده احنا اخترنا ان احنا نشتغل على حاجه اسمها البيج او نوتيشن عشان نوحد طريقه القياس، كل الديفلوبرز يقيسوا بالطريقه دي، فبالتالي يبقى كلنا ايه، متساويين في طريقه القياس. ده برضو بيدينا حاجه مهمه جدا ان احنا نتنبأ بأداء الكود في المستقبل. النهاردة الكود شغال على 10,000 شخص، إن شاء الله بكرة لما يكون الكود عندنا شغال على 1000 أو مليون. النهاردة ب10,000، بكرة ممكن ينزل 1000 عادي مفيش مشكلة، بعد بكرة يبقى مليون شخص، فبالتالي لازم يكون معانا شغال كويس وممتاز في كل الحالات. أديك مثال، مثلا لو النهاردة أنت عامل أبلكيشن عن الكورة، والنهاردة كأس عالم وماتش مهم البرتغال والأرجنتين مثلا، وكله متابع على الأبلكيشن بتاعك ازاي الماتش شغال والنتيجة كام كام والكلام ده كله، فانت لو والله الكود بتاعك مش حلو، وقعت السيرفر، الناس كلها تشتكي منك، المصاريف بيزيد عليك ليه كل يوم، انت السيرفر ده ليه مصاريف وليه رامة وليه سي بي يو، فده شغل مش مظبوط، وبالتالي ايه، تلاقي نفسك بره الشركة اللي انت شغال فيها، او الكود او الابلكيشن بتاعك ايه، مش شغال. طيب زي ما قلت لك، نخش معاك في الموضوع على طول. هو ده طريقة بنقيس بيها ايه، اداء الالجوريزم بتاعنا، وازاي نخلي الكود بتاعنا ايه، مناسب مع الحاجات اللي هي الايه، الصعبه في الداتا. البيج او زي ما قلت لك هي طريقه بنقيس بيها السرعه، طريقه رياضيه بتقول لنا الكود هيتصرف ازاي لما حجم البيانات اكس ان واي ايا كان حجمها ايه يزيد. احنا هنا بنقيس معدل الزياده في الوقت او الذاكره مش الثواني. بص احنا ليه مش بنقيس الموضوع بالثواني؟ لان مش كل الاجهزه زي بعضها. في اجهزه عندها هارد اس اس دي، في اجهزه الرام بتاعها 8، في اجهزه الرام بتاعها 2، واحنا عايزين نشغل الابلكيشن بتاعنا هنا وهنا، فبالتالي ايه، احنا لازم نعمل كود كويس يشتغل بالطريقه دي. احنا ليه بنقيس بقى زي ما قلت لك مش بالثواني؟ بنقيس الكود بتاعنا بيشتغل على كام عمليه عشان يوصل للي مطلوب منه. احنا ما ينفعش نقيس بالثواني، الثواني تختلف على كل جهاز عن التاني، لكن العمليات اللي بيقوم بيها هي ثابته. النهارده عشان نوصل مثلا لاس جوه لستة هنحتاج 20 عمليه و20 خطوه. في ممكن جهاز ياخدهم في 5 ثواني، جهاز ياخدهم في 10 ثواني، حسب كفاءه الجهاز نفسه، لكن الكود بتاعنا في الاخر هو شغال باحسن كفاءة ليه. ان هو عندنا 50 اسم والاسم بتاعنا رقم 20، فهو بيعمل 20 خطوة، فدي بالنسبة لنا مثلا احسن طريقة ان احنا نوصل بيها ايه للاسم ده، فده بالاخر بيدينا ايه، استقرار للسيستم بتاعنا. يعني هو ده برضو في الاخر بيديك حتة مهمة جدا، ازاي تختار الالجوريزم بتاعك. اختار الالجوريزم الصح بيحمي السيستم من ان هو ايه، ينهار. طيب ده يعني ازاي؟ مش فاهم. لو احنا قدرنا نختار الالجوريزم صح وقدرنا نحافظ على الوقت بتاعنا والبرفورمانس يكون مظبوط، يبقى ده في الاخر بيوصل معانا 3 حاجات مهمين. اول حاجة قابلية للتوسع، ان الكود بتاعك هيقدر يشتغل على 1000 مليون 10,000 50 مليار اللي هو يقدر يشتغل عليه، فبالتالي ده بيديك ان انت تقدر تعدل وتصلح في الكود بتاعك بالشكل اللي يريحك، ودي حاجة كويسة جدا، وان الكود بتاعك قابل ان هو يستقبل اي حاجة مفاجأة. طيب بتوفر داتا، بتوفر فلوس، بتوفر سي بي يو، بتوفر رامات، الكلام ده كله مهم ان انت بتوفر الموارد، ما بيحصلش اي مفاجآت. لو السيستم بتاعك انهار مرة واحدة او وقع في ماتش مهم مثلا زي ما قلت لك الارجنتين او البرتغال، خلاص كده انت الزبون اللي كان عندك مش. الاداء المثالي ان الاو تبقى ايه، 1، العملية تاخد خطوة واحدة بس، ما تاخدش أكتر من كده. ده الوقت المثالي، دي حاجة اسمها البيست كيس، ده الوقت المثالي، وده مش بيحصل فيه أي مشكلة. وده لو عندك داتا مليار مليون واحد اتنين، في الآخر أنت كده إيه، بتوصل للداتا اللي أنت عاوزها بأول خطوة. ال ON يعني الوقت بيزيد مع زيادة البيانات. قلنا إن في علاقة طردية بتحصل، لو البيانات زادت للضعف الوقت هيزيد للضعف. الكود بيضطر يلف على كل العناصر عشان يخلص مهمة، وده اسمه الايه، اللوب. بلاش تعمل لوب في الكود بتاعك عشان ده حاجة مش كويسة خالص. الاو لوج ان
ده الحل الذكي للبيانات الكبيرة. او هو بيقول لك ايه ببساطة خالص، حجم المشاكل بيقل للنص في كل خطوة بتعملها. ليه؟ هو والله بيقسم الداتا وهو شغال كل شوية جزئين، يقسم دي ويقسم دي، يقسم دي ويقسم دي. عندنا مليون يخش يخليهم 500، 500 هوب يروح قاسمهم تاني يخليهم 250، هوب يروح قاسمهم على طول، شغال بيقسم 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 بيقسم. ده في الاخر ايه؟ بيخليه يوصل اسرع للحاجة اللي مطلوبة. الاو بعدين الان سكوير، يعني ان تربيع، ده اوحش حاجة ممكن تحصل. ان انت تعمل ايه؟ تعمل نستد لوب، لوب جوه لوب. ده بيخلي كل ما هو شغال الوقت بيزيد للضعف، فدي حاجة وحشة اوي. بص يا سيدي عشان تبقى فاهم الموضوع بالرسم البياني، الاو الاولى اهي احنا ماشيين اهو، ادي العمليات وادي العناصر. ففي الاخر لو عايز الواحد بنعمل عملية واحدة وهكذا، عايز 6 بنعمل العملية رقم 6 بنروح نجيبها على طول. هي في الاخر ايه؟ عملية واحدة بس اللي بنعمل. عايز العنصر 10، في الاخر هي عملية واحدة بس. طيب لوج ان دي تبقى اضعف منها شوية، بس دي حل ذكي ان انت بتمشي حسب الخطوات. شوف انت بقى بتقسم في النص، عايز رقم 10 تروح تقسمها نصين وتروح ايه داخل على طول على الرقم ايه 5، وتبدأ تقسم تاني لحد في الاخر ما توصل للي انت عاوزها. فبالتالي انا ما عملتش عمليات كتير. الاو ان دي مقبولة في معظم الحالات، مش معظمها، في اغلبها، بس دي ايه برضه مش احسن حاجة اهو. عشان توصل للعنصر رقم 10 انت عملت 10 عمليات، فكل عنصر بعملية. الاو ان دي لا، انت كده بوظت الموضوع. العنصر الواحد بتضرب العملية بتربعها، دي حاجة وحشة خالص. فاهم؟ الاتنين 4، 3 9، الأربعة 16 وهكذا. فدي حاجة وحشة خالص. ازاي تطبق البيج او كل يوم في يومك في حياتك يعني كمبرمج؟ ان انت حلل قبل ما تكتب. الاول تقعد تفكر كده مع نفسك، انا الكود بتاعي ده مش هينفع اكتب فيه لوب، لا انا مستحيل اكتب لوب في الكود بتاعي. طيب بعدين ازاي